في الفيديو ده هقول لكم على شوية تفاصيل وتريكات بسيطة تخليكم تظبطوا طاجن الرز المعمر في البيت حتى لو انتوا أول مرة تعملوه. وبجد هو طريقته سهلة جدا عكس ما كتير مننا ممكن يتخيل، فاعملوا سيف للفيديو وتعالوا نعمله مع بعض. في الطاجن بتاعنا أو حتى صينية حجمها مناسب هنجيب قطعة زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، هنبدأ نغلف بيها الطاجن بالشكل اللي في الفيديو كده، وحاولوا تكونوا مستخدمين زبدة نوعها حلو، يعني زبدة طبيعي عشان ما تبوظش طعم الطاجن. وهنكون مجهزين كوبايتين من الرز المصري المغسول والمتصفي من المية بتاعته. هنضيف الرز جوه الطاجن ومعاه معلقه كبيره مليانه من الزبده، يعني قطع حوالي كده 20 جرام. واحط على الرز المعمر معلقتين كبار مليانين من الزبادي او كوبايه زبادي صغيره، ومش قادره اقول لكم بيفرق في طعمه قد ايه. وضفت كمان مع الزبادي معلقه كبيره مليانه من القشطه. ظبطوا الملح بتاعكم بس برضو ما تكتروش الملح قوي في الرز المعمر، ورشه من الفلفل الاسمر. ونبدا بقى كده نغلف الرز بالزبادي والقشطه كويس قوي، يعني نبدا نقلبهم كده لمده 5 دقايق لحد ما نحس ان الرز مع الزبادي والقشطه والزبده بقوا حاجه واحده. هنكون مجهزين 3 كوبايات من اللبن اللي هو الحليب، واهم حاجه ان هو يكون سخن بيغلي، ونضيفه على الرز ونسيبه منقوع فيه لمده نص ساعه. بعد النص ساعه ببدا كده افتح بالمعلقه الرز عشان احس ان اللبن وصل لكل حته في الرز من جوه. وعشان نعمل الطبقه الحلوه اللي على الوش دي هنضيف معلقتين كبار من القشطه، بالمعلقه نبدا نوزعهم على الوش كله. احنا اصلا اول ما نحطهم هنلاقيهم بداوا يدوبوا بسبب اللبن السخن. كحاجه زياده ممكن مع القشطه تسيحوا كمان قطعه من الزبده على الوش، بس الخطوه دي اختياري. بحب كده في الاخر اديله رشه على الوش من الفلفل الاسمر. هندخله على فرن يكون متسخن قبلها مش اقل من نص ساعه على درجه حراره 200. والرز المعمر عكس اي حاجه تانية بتخش الفرن لانه بياخد الوش الاول وبعدين بيستوي، فاحنا الاول هندخله تحت الشوايه على درجه حراره 200 لحد ما ياخد الوش باللون ده. بعدين بنطفي الشوايه وبنسيبه في الفرن نفسه على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لحد ما يستوي على مهله خالص. هياخد تقريبا 40 دقيقه عشان يطلع حلو، يبقى طري كده وفي نفس الوقت مش معجن. خلصوا واطفوا عليه وطلعوه يتاكل على طول وهو سخن، وبالهنا والشفا.